سوق الانتقالات الصيفية المقبلة يقترب، وهو سوق متوقع يكون فيه منافسة كبيرة جدا. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تصلي على النبي واشترك لي بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. في حلقة اليوم هكلمكم عن 5 صفقات متوقعة في صيف 2024. الصفقة الأولى فيكتور أوسيمين لاعب نابولي أصبح شبه مؤكد رحيله في الصيف، وكل شيء يشير إن رحيله هيكون لنادي تشيلسي، لأن تشيلسي عنده مشكلة كبيرة في الهجوم. مفيش لاعب عنده داخل الصندوق بيعرف يخلص بسهولة. وأوسيمين أظهر شخصية قيادية مهمة في كأس أفريقيا مع نيجيريا، صحيح خسر اللقب لكنه أظهر هذه الشخصية. وأوسيمين أيضا بيحب ويحترم دروجبا وبيعتبره قدوته في الهجوم، وهذا الشيء بتخلي جماهير تشيلسي تربط أوسيمين بيحب دروجبا أسطورتنا يبقى تعالى. الصفقة الثانية محمد صلاح اللي من شبه المؤكد هيغير اللون الأحمر، لأن محمد صلاح على الأغلب هنشوفه بالدوري السعودي مع مين دايما في حيرة. ناس تقول لك الاتحاد العرب وناس تقول لك الهلال، بس هنعرف القرار الصحيح في الصيف، ويا ريت يفضل في ليفربول. بس الاكيد ان في عقد رهيب مستني صلاح في الصيف بالدوري السعودي، والاكيد ان اداره ليفربول مع خروج يورجن كلوب ممكن تشوف ان ده افضل توقيت لخروج صلاح قبل ما ينتهي عقده، لانه خلاص هيقولوا خلينا نغير الدم مره واحده، بدل ما كلوب هيخرج يبقى بالمره صلاح. طبعا صلاح لو راح الدوري السعودي اكيد هيكون الاتحاد الاقرب. صلاح لاعب مخضرم، لاعب كبير، اكيد هيزين الدوري السعودي اعلاميا، بس انا عن نفسي اتمنى ينهي مسيرته في ليفربول. الصفقة الثالثة صفقة شابة، فيرتيز لاعب ليفركوزن اللي بيقود فريقه بيساعده للتتويج بالدوري الألماني. بالنسبة للألمان أصبح عندهم قناعة إن فيرتيز لا يغادر الدوري الألماني، بل يذهب مباشرة إلى نادي بايرن ميونخ بطريقة بتشبه اللي حصل في الماضي مع بلاك وغيره، لأن اللاعب يفضل يفضل في ألمانيا مع فريق كبير يأمن له اللعب في دوري أبطال أوروبا كل سنة، عكس ليفركوزن اللي هيفوز بالدوري السنة دي. بس بعد مغادرة المدرب تشابي ألونسو السنة الجاية هتلاقي ليفركوزن السابع أو الثامن. الصفقة الرابعة بعد إعلان خبر انتقال كيليان امبابي اللي هروح فخر الفيديو إلى ريال مدريد، الصحف الكتالونية بتطالب برشلونة بالتعاقد مع إيرلينج هالاند. تخيل إيرلينج هالاند في برشلونة ومبابي في الريال، أفضل لاعبين في العالم يكونوا في أفضل ناديين في العالم. أنا كمدريدي أتمنى هالاند يجي إلى برشلونة لنعيد المنافسة وترجع متعة الكلاسيكو، ونتذكر أيام الثنائي الأفضل في العالم كريستيانو وميسي. وآخر لاعب معانا اللاعب كيليان امبابي، أبلغ إدارة فريقه باريس إنه طالع خلاص مش هيجدد، وبلغهم أكثر من مرة بالماضي، وهذه المرة تبدو الأمور حقيقية، وهذه المرة تبدو الصفقة اللي طلبها المدريديين وأنا كمان منتظرينها من 7 سنين فاتوا قربت تتم خلاص. اللاعب اللي دايما اتكلم وقال إن كريستيانو قدوته وعن حبه لزيدان، وإن كيليان دايما بيرمز إن هو بيحب ريال مدريد ومتعلق به، يبدو هيوقع مع الريال. طبعا الصفقة مجانية بالاسم، كتكلفة مالية هتكون أحلى صفقة في هذا الموسم. وبكده تنتهي حلقتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.